السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رسالتي لكافة الناس وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة. كثر فيها القتل، قتل الأنفس البشرية بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن بغير حق لأكبهم الله يوم القيامة في النار جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في عون القاتل للمقتول ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله، ولو بشطر كلمة. يا من تسبب في قتل الأنفس، يا ويحك أمام الله. يا من تسول لك نفسك أن تقتل أخاك المؤمن أو أختك المؤمنة، كف عن هذا، كف عن هذا الجرم الخطير الشنيع، لأن الله سبحانه وتعالى قال في محكمه عز من قائل سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في سورة المائدة: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من يقتل نفسا واحدة كأنما قتل الناس جميعا، لأن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كل يوم نشتكي، أعضاؤنا تجزأ، كل يوم نسمع خبر شنيع ليس من أعمال المؤمنين. لهذا إخواني المسلمين، أخواتي المسلمات، لا تكونوا سببا في إزهاق نفس مؤمنة بغير حق. أخي المسلم، لا تكن سبب في قتل أخاك